في قاع في قاع الحمام السباحه. الحمام بدون ميه. برضه في احد المشاهدين يمكن يقول ايه، لا طب ما هو الميه اللي هتسحب بالسرعه دي ممكن تسحب معاها الطفل ده. لا، ده معمول حسابه او مش هتسحبه. ده تاني حاجه، يبقى هو كده منع اول حاجه الحادث السرقه، تاني حاجه حادث غرق الاطفال. تالت حاجه ودي الاخيره، ان لو حصل تسرب في الغاز. لا، تسرب في المطبخ بتاع الفيلا الغاز مثلا. يعني الجهاز بيشغل الاوبشن اللي قلنا ده عليه ده كله. لو ما حدش استجاب برضه في 4 ثواني بيدي امر الجير بوكس يقوم قافل المحبس الرئيسي. لو في غاز طبيعي بيقفل الهيد بتاع الانبوبه. لو البيت فينا في انبوبه ما فيهوش غاز. الجهاز ده تكلفته قليله جدا. مش عارف ممكن اقول تكلفته ولا تبقى دعايه؟ طبعا اتفضل. الجهاز ده تكلفته 1000 جنيه. ده عليا انا كمخترع. لكن لو في مستثمر هيعمل خط انتاج في الحاله دي ممكن تقل عن كده كمان بكتير طبعا. هيقل بكتير. الجهاز ده فيه شبيه ليه، بس مش بالاوبشن ده كله. وما بيعملش ال3 وظائف دول. لان انا عملت سيرش كده في النت وسالت اصدقاء ليا بره، قالوا ان في جهاز شبيه ليه بس لاختراق البيت. يعني في اغلب الولايات المتحده الامريكيه، لانه في اللي بتوصف بانها كومباوندز يعني داخل الولايات المتحده الامريكيه بنلاقي انه فيها الاجهزه زي دي. بس للاختراق بس. يعني لو حد دخل او حاول يخترق الباب بيعمل الانذار ده وبيتصل بالبوليس بس. الجهاز ده ب $3000. ب $3000. وفي كمان اعلى منه بمبالغ اقوى وحاجات زي كده يعني، حسب الامكانيات بعد موجوده فيه. ما فيش امكانيات غير ان هو بيدي انذار وبيتصل بالشرطه بس. ده ممكن يتصل بالشرطه ويتصل باي رقم بنبرمجه عليه. ولو الفيلا اللي موجوده، وليكن مثلا الفيلا دي في مارينا، حته بعيده بقى وبنروحها مثلا كل اسبوع. مش انا اللي بروحها طبعا، من اصحاب الناس الثانيه بيروحوها كل اسبوع. اسبوع واحد ولا ايه في السنه. فبالتالي هي بقيه السنه معرضه ان هي تتسرق. معرضه ان هي تتسرق. صحيح. لو في جهاز انذار امريكي واحد اخترق الفيلا دي، هيدي انذار طبعا اللص اضرب زي ما انت عاوز، هيخش يسرق الحاجه ويقوم طالع تاني. لانه بعيد يعني، على ما فيش حد هيستجيب للانذار. هيمنع ان هو يخش اصلا. ده اول اختراع. وده الحقيقه كنت خدت فيه برونزيه اللي قدام حضرتك ديت. البرونزيه دي كانت من دوله ايه؟ لا، دي تبع ايوه انا فاهمك. البرونزيه دي كانت، انا فاهمك. البرونزيه دي كانت من دوله ايه؟ كانت من دوله الكويت. هو الحقيقه انا مبسوط جدا ان بعض الدول الخليجيه بدات تبص للبحث العلمي على انه مفتاح التقدم. يعني انا بشكر كذا دوله. يعني بنجد الحاجات دي في السعوديه، في الكويت، حتى الامارات بتعمل بعض المعارض. والاخوه السعوديين مهتمين جدا بالبحث العلمي دلوقتي، ويعني ربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله. ولكن برضو من الحاجات اللي بنشوفها انه بعض الدول الخليجيه يمكن مهتمه بالبحث العلمي، ولكن اللي بيقوموا على البحث العلمي هم من خارج الدوله. ما هم بيشتروا التكنولوجيا جاهزه. ما هي معادله. انا خليجي معايا فلوس بشتري تكنولوجيا جاهزه، مش هضيع وقتي. لكن هم عرفوا بقى ان لا، مش بس انا اشتري تكنولوجيا، الفلوس اللي انا اشتري بيها التكنولوجيا دي من بره جاهزه، انا انشئ بيها تكنولوجيا في بلدي كدوله خليجيه يعني. وهم انتبهوا للعمليه دي فعلا في الفتره اللي فاتت، وبداوا يعملوا مؤتمرات ومعارض وفي ناس من هناك اهتمت جامد جدا وبتسعى في البحث العلمي دلوقتي يعني. لو اتكلمنا عن الاختراع ده تحديدا، جميل كل الكلام اللي انت قلته والحاجات اللي هو بيعملها، وحتى التكلفه مقارنه باختراعات اخرى هي هايله، ولكن امتى ممكن يوضع طي التنفيذ فعلا؟ لما تحصل كارثه عندنا في مصر. ليه بس؟ ليه الكلام ده؟ هو صح كده. هو نظريا ان احنا بنتحرك لما بيحصل كارثه. فلما على سبيل المثال يعني، لما حوادث الغاز الطبيعي تكتر في مصر، لو في مسؤولين بيفكروا بطريقه قويه علميه يعني، بس هو الجهاز معمول يمكن اكتر لتامين الفلل والاشياء الخاصه اللي بيمتلكها بشر عاديين، يعني مش منشآت تابعه للحكومه.